السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة بيت سارة. النهاردة بقى روتين خفيف، متأخرة عليكم شوية في الروتينات، بس معلش والله انتوا عارفين اخر فترة الحمل دي بتبقى صعبة جدا يعني. الله المستعان، دعواتكم بقى. المهم صحيت من النوم كده وحضرت فطار خفيف، عملت بيض بالبسطرمة وسندوتشات وكده يعني. وبعد كده بقى عملت غدا. النهارده قلت ادلعهم شويه يعني، بقى فتره بقضيها وكده. فعملت فرخه محشيه، وعملت كمان معاها محشي. طيب انا بعمل الفرخه ازاي؟ انا جبت فرخه، كانت عامله، هي فرخه شمورت يعني، كانت عامله تقريبا كيلو حاجه بسيطه، ما بتبقاش كبيره قوي. آه وبعدين حطيت البصل على النار، وبعد كده حطيت الكبد والقوانص بتاعه الفرخه دي، قلبتها بقى مع البصل على النار. وبعد كده قمت جايه حاطه عليهم الرز مغسول ومنقوع شويه، وبعد كده صفيته وحطيته عليهم. وبعد كده حطيت ملح وفلفل اسمر، بس ما بتحبش توابل كتير ابدا. ملح وفلفل اسمر بتطلع تحفه جدا، وهتفكرك بطعم الفراخ بتاعه ماما، بتاعه زمان. وبحط عليها حبة مية وبسويها، انا مش عايزاها تستوي قوي، وبرده مش عايزاها نية قوي، يعني عايزة اسويها اللي هو ايه، مثلا انا ينفع اكل الرز بالوضع ده، فاهميني؟ اللي هو ايه، هي مش مستوية قوي بس انا هاكله عادي بالوضع ده، مش مشكلة. هو ده فكرة السوا اللي انا عايزاها. شربت المية بتاعتها، خدتها بقى وسبتها تبرد تماما. لازم تكون باردة خالص خالص. ليه؟ لاني لو انا حشيت الفرخة وهي سخنة الجلد هيتقطع مني وانا مش هعرف احشيها، فلازم تكون الحشوة باردة خالص. فانا اخدتها وسبتها تبرد خالص خالص على مهلها. تمام. طيب، جبت بقى الفرخة انا غسلاها وسايباها تتصفى وكل حاجة تمام التمام. هناخد بقى الفرخة وافصل الجلد عن اللحم قد ما اقدر كده، بحيث ان الجلد ما يتقطعش مني. خلاص، هحشيها بقى من جوه وما بين الجلد واللحم، يعني انا بحشيها من جوه وكمان ما بين الجلد واللحم، كأني بتعامل معاها كأنها الحمام، يعني كأننا بنحشي حمام بالظبط. ماشي، انتوا ممكن اساسا تجيبوا فرخة اصغر من كده. الفراخ المحشية كل ما بتصغر بتبقى احلى. دي مش كبيرة برضو يعني على فكرة. المهم، خلصت الحشوة بتاعة الفراخ، وانا اصلا انا دلوقتي بحشي الفراخ، بس انا مجهزة تسبيكة المحشي، علشان انا لما هخلص الفراخ وحشوتها هبدأ ان انا اشتغل مع المحشي. وكنت عايزة اسألكوا، جبتوا حاجات المدارس ولا لسه؟ طمنوني، انا بس اللي متأخرة ولا ايه؟ انا مش مستعدة خالص، حقيقي بجد ما جبتش اي حاجة اطلاقا يعني. ما جبتش غير بنتي صغيرة عندها شنطتين، وكبيرة المفروض ان هي تشتري السنة دي. انا معوداهم انه واحدة بتشتري سنة والتانية بتشتري سنة التانية، ما بشتريش للاتنين في نفس السنة. لان الشنط بتبقى بحالتها صراحة يعني، فحرام، بحس ان هو هدر للفلوس وخلاص. والشنط سبحان الله كل سنة جودتها بتقل عن السنة اللي قبلها، انا مش عارفة يعني. عشان تشتري شنطة كويسة دلوقتي انت لازم تعدي 1000 عشان تجيبي شنطة كويسة، فالله المستعان. لكن ما جبتش حاجة تاني، ما جبتش كراسات، ما جبتش اقلام، ما جبتش كتب الخارجية حتى، بان احنا داخلين سنة رابعة. يعني سنة رابعة يعني مفروض ان احنا نبدأ، بس مفيش فاقدين الشغف خالص. وبنات عندي مش مقتنعين ان المدارس خلاص داخله، لا انتوا بتضحكوا علينا، احنا لسه ما خدناش الاجازه. طمنوني، انا لوحدي ولا انتوا كمان كده ولا ايه بالظبط؟ الله المستعان. المهم، رغيت على قلبكم شويه، بس قلت ايه، اشوف يعني تشجعوني كده وتقولوا لي ان انا مش لوحدي، يعني حتى لو انتوا جبتوا تضحكوا عليا قولوا لي لا لسه ما تخافيش ما جبناش. المهم بقى، زي ما قلت لكم بقى، انا كنت محضره تسبيكه الصلصه. بعملها ازاي؟ بصل، وبعد كده بحط عليه طماطم، بحط عليه ملح وفلفل اسمر وبهارات المحشي، بس كده مش اكتر. الخضره بقى وبقيه الحاجه التانية بحطها بس لما تطلع التسبيكه وتبرد كمان.
لان الخضره من الحاجات اللي هي لو اتحطت على الحاجه سخنه قوي هتفقد قيمتها، وكفايه ان هي هتتحط على النار اصلا مع المحشي. تمام. المهم حطيت الرز، انا بزود شويه الرز ليه؟ لان احنا بنحب ناكل رز المحشي. يعني انا بجانب المحشي الرز اللي بيتبقى ده بسويه، وبيبقى رز كمان بيتاكل، بيبقى حلو جدا اصلا. يعني ممكن لو انا في يوم انا مش عايزه اعمل محشي اعمل رز بالخلطه ده، حلو تحفه جميل. الرز بخلطه المحشي ياكلوه يتبسطوا جدا يعني. بس المهم ببدا بقى احيقها تحقيقه تانية، لان انا حطيت دلوقتي الرز، فبحط لها بقى ملح، فلفل اسمر، شطه، كمون للي يحب. انا بحب الكمون صراحه. انا عارفه ان في ناس ما بتحبش الكمون مع المحشي، بس انا الكمون في المحشي بالنسبه لي شيء اساسي. انا بحبه جدا في المحشي لانه اولا مش بيتعب القولون، بيهدي القولون شويه، لان المحشي من الحاجات التقيله شويه على القولون يعني. ثانيا والله بيدي طعم حلو جدا، يعني جربوه مش هنخسر حاجه، عايشين الدنيا بنجرب. خلاص. وحطيت معلقتين صلصه، وهحط تاني. يعني انا لما هاجي بعد ما اقلبها الاقيها لا انا حاسه ان انا عايزاها حمرا اكتر، لان انا بحب المحشي احمر قوي، بحبه احمر بزياده يعني. المهم بنحط عليها كمان حوالي كده ربع كوبايه زيت، عشان تخلي الرز من جوه مفلفل على الخلطه اللي انا عملتها دي. انا بقى كنت مقوره المحشي ومظبطاه ومجهزاه. انا هعمل بتنجان وفلفل وكوسه، مش هعمل ورق عنب طبعا. يعني ورق العنب ده لوحده، يوم لوحده كده احنا قاعدين بتعملي بتعمل ورق عنب. ساره مختفيه فين؟ بتحشي ورق العنب عادي يعني. لكن الحاجات دي ما بعملش معاها ورق. ممكن اعمل ورق عنب لو صحتي تسمح يعني، بس انا دلوقتي الحمد لله ان صحتي ما تسمحش ان انا اعمل اكل اصلا، الحمد لله يعني. المهم بصوا، انا دلوقتي زودت الصلصه اهو زي ما قلت لكم، عشان تبقى حمرة كده وجميله. وبعدين بقى هنبدا نحشي المحشي. خلاص. عايزه اقول لكم على حاجه بقى، انا قلت لكم ان انا عامله بتنجان وفلفل وكوسه، صح؟ طيب عادي البتنجان لما بنقوره بنرمي القوار بتاعه، والفلفل لما بنقوره بنرمي البذر بتاعه، مفيش مشاكل. لكن الكوسه بقى القوار بتاعها انا مش برميه، ده كنز، ده تحفه، ده هما اساسا بياكلوه من جماله. بعمل فيه ايه بقى؟ باخده بغسله كويس جدا. طبعا احنا كده كده غسله الكوسه بالزيت لازم تتغسل قبل ما تتقور، وبتتغسل بعد ما بتتقور، يعني هي بتتغسل مرتين. ليه؟ لان انا هاخد القوار بتاعها. خلاص. فبناخد القوار بتاعها بقى وبفرده في الصينيه اللي انا هحط فيها المحشي، بتبقى تحفه. ما احطلوش اي حاجه تاني، ممكن احطله بصل، خلاص ممكن اسيبه زي ما هو. الصوص بقى بتاع المحشي بكل حاجه بتنزل عليه بتبقى طعمها تحفه، انا عندي بيحبوها جدا. خلاص. بس ببدا احشي بقى المحشي، ما بحشوش على الاخر. طبعا انتوا كلكم احسن مني اكيد في الطبيخ وكده، ويعني ربنا يديكم الصحه والعافيه يا رب، يحسن ما بين ايديكم. بس المحشي مش بحشيه على الاخر، بسيب حته كده عشان الرز بيتمدد يعني. خلاص. بس وهكمل انا بقى تقوير المحشي، مش هاخدكم معايا في التقوير عشان الفيديو ما يطولش، عشان ما تزهقوش. تمام. طيب في الوقت ده بقى انا كنت حاطه الفراخ على النار. الفراخ بتتحط في شوربه. بصوا بنحط ميه وملح وفلفل اسمر، ورق لوري، عايز تحطي حبهان حطي، بس انا الفراخ الشمورت او الفراخ المحشيه مش بحط لها حبهان، حسها بتغير طعم الشوربه عن طعم الشوربه اللي احنا متعودين عليه زمان بصراحه. يعني انا الحبهان بحب احطه مع اللحمه، لكن الشوربه لا، ما بحبش بتاعه الفراخ، لا بحط لها ورق لوري، ملح، فلفل اسمر، وواحده مرقه. لو انتي ما عندكيش مشاكل تحطي مرقه، حطي واحده مرقه هتفرق جدا في الطعم. وبصل، ممكن تحطي بصلايه صحيحه، بس لو انتي عايزه الطعم اغنى بقى واحلى حطي بصلايه مبشوره. يعني البصل بعد ما قطعتيه مثلا حطيه وهو متقطع وهو مبشور ومنزل ميته كده، بتبقى حلوه جدا، بتبقى حكايه اصلا. تمام. باخد بقى من الشوربه دي بعد لما الفراخ اتسلقت عشان اسقي بيها المحشي، نفس مكان الحله اللي عملت فيها التسبيكه بحط فيها الشوربه، ملح، فلفل اسمر، شطه،
بس كده. وببدأ احطها على المحشي بقى واسيبه. شايفين؟ حاسين صوت البقبقه معايا ولا لا؟ يعني انا طبعا بسجل الفيديو ده بعد المحشي بكام يوم. مش هكدب عليكم يعني، بس اهو ريقي راحت للمحشي تاني. اعملي بقى دلوقتي؟ مين هيعمل لنا محشي؟ الله المستعان. بس المهم جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا، ان انتوا تعملوا الفريخ الشمرت جنبها محشي. وده كان الاكل كان تحفه تحفه تحفه، يستاهل بقكم. طبعا شوربه حرام، دي شوربه فراخ بلدي بقى، فعملنا معاها شوربه لسان عصفور. كان الاكل تحفه بجد، يستاهل بقكم. يعني انا ريقي جرى دلوقتي. مش بس كده، عشان تعرفوا الشطاره، ده انا كمان عملت لهم حاجه حلوه. حاجه حلوه سهله يعني صراحه، نضحك عليهم ونقول لهم ان احنا تعبنا وعملنا حاجه حلوه، بس هي سهله جدا ما تقلقوش. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. عارفين التوينكز؟ توينكز، هنجيب توينكز، اي كيكه فانيلا، يعني مفيهاش طعم الشوكولاته. خلاص هنجيبوه. انا ما لقيتش من الساده كتير فجبت من التاني ده، بس انا ما انصحكوش تجيبوه لان هو بيسكر شويه، بيسكر طعم الحاجه الحلوه. هي اتاكلت كلها طبعا، دي كانت تحفه، بس بتسكر شويه. خلاص. وبقطعه ترانشات زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هعمل بقى كريم كراميل. انا مش هحط حاجه في الفرن لان احنا بنفطس اصلا. ماشي. هعمل بقى كريم كراميل بتاع دريم. بجد النسخه الجديده بتاعه دريم من الكريم كراميل تحفه، حلوه قوي بصراحه، عجبتني جدا. المهم بعد ما هنعمل الكريم كراميل، هنبقى جايين بقى اخدين الكريم كراميل اللي احنا عملناه ده ونصبه فوق الكيكه اللي احنا عملناها، ونسيبه يبرد بره شويه لحد لما يعمل فوق كده قشره. يعني هتلاقي فوق كده في قشره كده اتعملت. هنحط بقى على القشره دي اي حاجه تحبي. عايزه تحطي مانجا حطي، اي حاجه انت تحبيها. انا اكتفيت بس بصوص الكراميل، تمام، اللي هو جاي مع الكريم كراميل. الكريم كراميل كيسين، فانا خدت الكيس اللي هو بتاع صوص الكراميل ده وحطيته فوق الوش، زينته بشكل حلو كده وخلاص. وبعدين حطيناه في التلاجة. والله بجد انا عملته يعني ايه وانا بغرف الاكل. ماشي، يعني وانا بغرف الغدا. بعد الغدا كنا بناكله عادي ومش بياخدش فعلا نص ساعه في التلاجة، بيبقى تحفه يعني. وعملنا اكله حلوه وجميله وكلنا اتبسطنا. وعملت لهم حاجه حلوه، وبصوا الحاجه الحلوه اللي انا عملتها دي، وتسلم ايدك وتعبتي نفسك في الحر واحنا ضحكنا عليهم كلهم. المهم لو بتعجبكم الفيديوهات دي متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، ودعوه حلوه من قلبكم ان ربنا يقومني بالسلام. مع السلامه، باي باي.